السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. طبعا الفتره الجايه مش هنلحق نوحش بعض بسبب الفيديوهات الكتير اللي هتشوفوها. يا رب سامحنا على الكذب اللي انا بقوله ده. المهم يعني يا جماعه، انتوا عارفين ان انا يعني لسه مخلص جيش ومش معايا فلوس وعايز اوصل يعني اجيب فلوس بسرعه وكده. انا داخلين على جواز وبلاوي زرقاء، فعايزين نظبط الدنيا. فقلت اخش كده ايه، اشوف اديب هو الوحيد اللي بيعلمنا نجيب ملايين. تمام، بس افتكرت ان هو عمل لي كوبرات سترايك على الفيديو اللي انا عملته عنه. يعني من بين كل الفيديوهات اللي اتعملت عليه، الفيديو بتاعي اللي جاله على الجرح ودخل مسحه بنفسه، فاهم يعني؟ يا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فقلت ما بديهاش بقى، انا اخش على حبيب الملايين. دخلت عنده بقى لقيته بيقول لك ايه، اقوى روتين صباحي يوصلني لاول مليون دولار، بين قوسين التفاصيل كامله. الراجل ما بيخبيش حاجه يا حاج، هيقول لنا كل التفاصيل والتريكات اللي عملها عشان يوصل للملايين. فمن غير ما نهري كتير، اعمل لايك للفيديو ده عشان عايزين نوصله 2000 لايك. ولو انت لسه جديد في القناه اول مره تشوفني، اعمل سبسكرايب علشان عايزين نوصل 20000 قبل العيد. والفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى عن التيك توك، فلو انت عندك اكونت تيك توك او انستجرام، اي حاجه شفتها هناك يعني مش عاجباك او عايز نتكلم عنها، منشن لي فيها وانا ان شاء الله هجيبها الفيديو الجاي. وصلي على سيد الخلق عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنساش تدعي لاخواتنا، وما تنساش ان احنا مقاطعين، عشان بس ايه، انا شايف التلفزيون مليان دعايات مقاطعه وشيبسي وبيبسي وكوكاكولا ومش عارف ايه وقرف. ما تنساش انك مقاطع، ما تنساش ان الحاجات دي يعني عليها دم اخواتنا. ما تبقاش احنا في رمضان، فاهم؟ مش عايز اشتم يعني. رمضان أهلا. اهلا بيكم يا جماعه في روتين صباح 2024. زي عادتنا كل سنه بنشارك مع بعض اهم فتره في يومنا وهي الصبح. مبدئيا بقيت اصحى متاخر شويه، حوالي 5:15 كده ل5:30. بطلت اصحى 4 زي زمان عشان اعرف اسهر شويه بالليل. بقيت بنام 10 11 بدل 8 9. طيب ورقه وقلم بس كده يا جماعه، علشان ايه اللي هيتقال دلوقتي مش هيتقال تاني. دلوقتي انت هتنام الساعه 10 11 وتنام ملط، تمام؟ تنام وانت لابس شورت بس. هتقولوا طب الجو ساعه مثلا؟ ما فيش الكلام ده يا حاج، احنا عايزين نمشي على الروتين بحذافيره علشان نوصل لاول مليون في اسرع وقت. ببتدي اليوم طبعا بالالكترولايتس، بتعمل هايدريشن كويس للجسم بعد 7 ساعات نوم. طبعا الهيليكسورايز ده حاجه مفيده جدا، بس طبعا لو انت ما لقيتش، يعني لو انت ما انتش لاقي ان هو في دبي، ممكن يكون الهيزيزولايز ده مش موجود في مصر. ممكن تنزل الصيدليه تجيب اي كيس فوار حموضه، هيقضي معاك الغرض يعني. اصل احنا ما ينفعش نعطل، بيقول لك الايليكسولايز ده بيعمل فايبريشن في الجسم، فلازم نجيبه. ما لقيتوش تجيب البديل بتاعه. بعد كده بنتوضى وبنصلي. كل ما بظبط عادة الصلاة بعرف أصلي الصبح والظهر والعصر بس المغرب والعشاء دايما بيقعوا. لو عندك نصايح ازاي ابقى منتظم لحد ما اخلص العشاء قولي تحت في الكومنتات. طب دي حاجه كويسه انك بتصلي مكاوي، الحمد لله، ربنا يا رب يهديك. بس انت بتقول ان انت بتظبط عاده الصلاه. الصلاه مش عاده، تمام؟ الصلاه دي اسلوب حياه. يعني مثلا انت عندك عاده ان انت كل يوم بتروح الجيم، فانت لو فوتت الجيم يوم او اتنين عادي، فاهم الموضوع؟ ما فيهوش مشكله. لكن الصلاه لا، الصلاه انت لازم تصلي، فاهم؟ لازم تحط في دماغك ان الصلاه دي حاجه لازم ومفروضه عليك. ولان الانسان بطبعه ما بيحبش حاجه تتفرض عليه، فبتبقى الصلاه بالنسبه لنا تقيله. ولان كمان انت نفسك بتميل للراحه. احنا ما بنحبش نعمل حاجه يا جماعه. يعني مثلا مذاكره، انت عندك مذاكره ولازم تذاكر عشان عندك امتحان، بتعمل كل حاجه في الدنيا الا انك تذاكر، لان انت مش عايز تذاكر. هي دي نفس الفكره في الصلاه، ولله المثل الاعلى يعني. فانت بتتحارب، ومش حاجه واحده بس اللي بتحاربك، لان بيقول لك ايه، ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي. فانت مش حاجه واحده بتحاربك، فاهم؟ انت مفتوح عليك جبهات بالهبل. وزي ما الشيخ محمد الغليظ كان قال قبل كده، قال لك ما فيش زرار هيخليك تنتظم في الصلاه. فانت الحل انك تجاهد نفسك، تمام؟ وتحاول تصلي غصب عن نفسك، حتى لو انت مش حاسس بالصلاه، حتى لو انت شايفها تقيله، حتى لو انت بتفكر كتير وما انتش مركز، صلي. وانت ساجد بقى قول اللهم اجعلني من الذين يصلون الصلاه ليرتاحوا بها لا ليرتاحوا منها. وان شاء الله ربنا هيحببك فيها ويخليك تنتظم فيها كمان. وانا والله يا جماعه ما كنتش بعرف انتظم في الصلاه برضو يعني، بس الحمد لله يعني، ده كرم من ربنا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهي مش شطاره مني ولا من اي حد، ده كرم من عند ربنا. بس ربنا قال من تقرب الي شبرا تقربت له ذراعا. فانت بس ابدا، فاهم؟ انت حاول بس تروح له وجاهد نفسك شويه، هتلاقيه هو اللي جاي لك. بعد كده بقى هنيجي لأجدد إضافة لروتين الصباح بتاعي، إضافة العذاب، الكولد بلانج. ده حوض بيتسقع بتشيلر تبريد، في موتور بيحرك الميه في اتجاه واحد. درجه حراره الميه 5 سيليزي وبتتحرك مش ثابته، يعني الساعه ما بتقلش. الحوض ده ثمنه عالي جدا بس فايدته اعلى. مكاوي، انا داخل اتعلم ازاي اجيب مليون دولار، مش ازاي اصرفهم. البتاع ده هتلاقيه معدي الربع مليون جنيه يا عم. طبعا بعد الكلام ده لما تروح تاخد دش ساعه ما بيفرقش معاك ب 3 جنيه، بتحسه سخن. حرفيا الميه ساعه ما بتبقاش ساعه، بتبقى ميه فتره. الدش بيبقى ضحك ساعتها. نخلص يعني انا الصبح اخش البانيو اللي عندي في البلكونه، اقعد فيه على درجه حراره 5 سيليزي، وبعد كده اقوم قايم داخل الحمام اخد دش. هو ده يعني الروتين اللي صح اللي هيخليني اوصل لمليون دولار؟ ده انا ما عنديش بانيو في الحمام، هيبقى عندي بانيو في البلكونه؟
بعد كده نروح على شات جي بي تي نلخص لنا كتاب بسرعه، سواء كتاب جديد او كتاب انا قريته قبل كده، ناخد منه المعلومات تاني ونعيد ونزيد لحد ما تترسخ في دماغنا. العدد ما علينا، ما عايزين بس نخش في الشغل بقى متكاوي بالله عليك، عايزين نعرف هنجيب فلوس ازاي. نعمل الستبس مع لولي حوالي 2 كيلو الصبح كده، روق نفسك. لا اله الا الله، نازل يمشي الكلب. طب هتشتغل امتى؟ يعني هنشتغل امتى عشان نجيب فلوس؟ شوفوا اصلا داخل الاسانسير منشكح قوي والبت تبص له ازاي، قرفانه منه ومن نفسها ومن الكلب. المهم نكمل الستبس بتاعتنا ونعمل خطه لليوم في دماغنا ونطلع نجري. اول تمرين في اليوم زي ما كلمتك قبل كده الكارديو الادائي. انا نفسي اعرف هتشتغل امتى بجد، يعني كل الحاجات اللي انت بتعملها دي بندفع فيها فلوس، ما بتجيبلناش فلوس خالص. انت متاكد ان الروتين ده بيخلينا نجيب فلوس ولا انت غلطت وانت بتكتب العنوان؟ المفضله بتاعتي فقره الفيتامين دي، من غيرها ما بعرفش اكمل اليوم، والله ما بهرج، تديني جرعه نشاط كده رهيبه. بعد كل اللي انا بعمله ده لازم 5 دقايق بس جسمي ياخد شمس. لا اله الا الله، يا عم الشغل فين؟ العصر خلاص هيأذن وانت لسه ما عملتش اي حاجه. ما هو لو ده روتين حياتك كل يوم بتجيب فلوس منين تاكل وتشرب وتعيش عشان ابقى فاهم؟ ولا هو الروتين ده شغل في دبي؟ يعني مثلا بيجي حد يقول لك انا هديك 1000 درهم في اليوم بس تشتغل على الروتين ده لمده شهر مثلا. ما هي لو ماشيه كده يا جماعه، يعني اي حد من دبي يبعت لي، والله انا كل يوم بصحى الساعه 5 الفجر. طبعا ده غباء مني. وبعد كده نمدد لحد ما الميه تنشف، اول ما تنشف على بطني وصدري نلف ونتاني الظهر. الحوار بتاع الشمس ده صدقني هيفرق في شكلك، هيفرق في بشرتك، هيفرق في ساعتك البيولوجيه والنشاط، بيفرق في كل حاجه، مالوش حل، صدقني هيغير لك حاجه. يا عم كفايه اغاني بقى يا عم، الله يبارك لك، كل شويه تحط اغنيه وانا اقعد اشيلها. لا اله الا الله يا جماعه، لو حد عنده برنامج حلو غير البرنامج اللي هو مش عارف اسمه ميسوس ده، ولا اللي هو عندي اللي هو صورته دي تمام، حد عنده برنامج تاني يكون احترافي لان البرنامج ده بايظ، فلو حد عنده بديل يا ريت يقول لي في الكومنتات يا جماعه بالله عليكم. نطلع ناخد دش تاني ونطلع ننشف شعرنا. يعني انت صحيت الصبح رحت قعدت في البانيو اللي في البلكونه، وبعد كده دخلت خدت دش، وبعد كده نزلت البسين، وبعد ما طلعت من البسين قمت طالع اخد دش. ايه يا عم كل الحمى ده يا عم؟ انت عندك جرب صاحي بقالك 5 ساعات استحميت فيهم 5 مرات. ايه يا عم كل الميه دي؟ ده احنا كمان في الشتاء، امال لو كنا في الصيف كنت هصور تحت الميه. انت فكر نفسك اكوا مان. انت المفروض ما تقولش على الفيديو ده روتين يومي، تقول عليه روتين استحمامي. وتنويه سريع برضو، المورنينج روتين ده ممتاز وكل حاجه، وهيساعدك تبقى برودكتيف اكتر لما تبقى حياتك ان اوردر، انت خلاص عارف انت بتعمل ايه. المورنينج روتين ساعتها بيدخلك المود بسرعه. بس غلطه كبيره هنا لو انت لسه بتبتدي حياتك ومش عارف لسه شغلك هيبقى ايه، الدنيا لسه متلخبطه ومعكش فلوس كويسه، فالمورنينج روتين ساعتها هيعطلك. انت مش محتاج 5 ساعات تبتدي بيهم اليوم كل يوم عشان تخش الشغل. او لو يا عم كلامك كله على عيني وعلى راسي والله، يعني انا معاك، بس انت كاتب في عنوان الفيديو الروتين اللي هيوصلني الاول مليون، تمام؟ لكن انت بتقول دلوقتي ده الروتين اللي بيدخلك في المود عشان تشتغل. جايب بانيو ب4 مليون جنيه وشاري كلب تمشيه ودافع اشتراك جيم ومأجر شقه فوق ناطحه سحاب ومستحمي فوق ال6 مرات، كل ده علشان تخش في المود ده؟ انت حالتك صعبه خالص يا اخي. اتكلم عن سؤال بتسأله كتير جدا في التدريب الاونلاين، هل الخطوبه في 2023 ليها لازمه؟ هل لازم قبل ما ارتبط بواحده اخطبها الاول؟ تحذير صغير كده، غالبا اجابتي مش هتعجبك. تعال نشوف الموضوع ده. بس قبل ما اقول رايي في الموضوع، هل الخطوبه ليها لازمه ولا لا، عايزك تفهم ان انا قعدت مع الافات منكم مرتبطين ومش مرتبطين، شباب وبنات، في التدريب الاونلاين بتاعي، فانا هتكلم على اساس احصائيات وهتكلم على اساس تجارب حصلت مع الناس. هو انا مش فاهم فكره الفيديو اساسا، يعني ايه الخطوبه ليها لازمه ولا لا؟ امال ايه اللي ليه لازمه؟ الصحوبيه وكده يعني ولا ايه؟ انا بكلمك من الواقع، من اللي انتوا عايشينه، ما بهرجش. الافات معظم العلاقات في 2023 بتفشل، خلينا واقعيين. فعلى اساس الاحصائيات والارقام دي انا بقول الخطوبه ما عادش ليها لازمه الا لو كنتم عارفين بعض. الموضوع لو صالونات، الخطوبه ملهاش اي 60 لازمه، عشان انا مش ضد الخطوبه، انا ضد مبدا الصالونات من اساسه. يا ابني بقى حرام علينا نقعد نتكلم في الموضوع ده كتير. طب بص احنا نتكلم من غير تهريج والله يا جماعه بجد. هو الجواز الصالونات ده اللي هو ايه؟ يعني ما معنى كلمة جواز صالونات؟ ده واحد راح اتقدم لواحدة هو ما يعرفهاش وهي ما تعرفوش، تمام؟ هذا الواحد وليكن حمادة خد اهله اللي هم ابوه وامه وراح يتقدم للواحدة اللي هي ولتكن ميادة مثلا، وطلبها من بيتها من ابوها. فبيقعد حمادة مع ميادة يتكلموا مع بعض، يعرفوا بعض، يشوفوا ايه الدنيا دماغهم ماشية ازاي مع بعض، فاهم؟ والله حصل قبول في اول تعارف، بنتوكل على الله واهل حمادة بيتفقوا مع اهل ميادة على كل حاجة وبنقرا الفاتحة وبعدين بنعمل خطوبة. وبعد ما بنعمل الخطوبة بيبقى حمادة وميادة معروفين قدام العالم والبشر والمجتمع والناس ان هم مخطوبين، وبيعيشوا ايام حلوه بيتبادلوا فيها الهدايا، وبيعيشوا ايام وحشه وبيتبادلوا فيها المشاكل، ومع الوقت بيكتشفوا ان كل واحد فيهم عنده مميزات وعنده عيوب. والله لو متقبلين عيوب بعض دي فبيكملوا وبيتجوزوا لو ربنا رايد. يعني لو ربنا مش رايد ومثلا هم مش متفاهمين مع بعض او العيوب دي مش قادرين يتخطوها او مش قادرين يتعاملوا معاها، فبيفشكلوا وكل واحد بيروح لحال سبيله. هو ده جواز الصالونات اللي انت بتقول عليه يا عم مكاوي. ايه بقى الارتباط والصحوبيه وبتاع؟ خلينا بقى برضو ايه اجيب لك برضو حوار الصحوبيه ده بيجي ازاي. ده مثلا وليكن
يكون واحد شاف معاه واحده في الكليه فعجبته، فيعني بقى بيبدا يدور يخش لها منين ويتعرف عليها ازاي، ويشوف بقى واحده صاحبتها او يشوف واحد صاحبه مصاحب واحده صاحبتها يعرفهم على بعض، فاهم؟ وانا هنا بتكلم عن واحده محترمه، مش واحده من اللي هم يروح يقول لها هي ممكن نتعرف تقول له قشطه يلا بينا، تمام؟ دي ناس تانية مالناش دعوه بيها. المهم بيتعرفوا على بعض ايا كانت الطريقه، مش مهم طبعا، مش من اول بقى لقاء ما بينهم هيقول لها بحبك وهي تقول له انا كمان والكلام ده، لا طبعا بيسالها بقى انت اسمك ايه، وهي بتساله انت عندك كام سنه، ايه طموحاتك في الحياه، نفس اللي حصل مع حماده ومياده لو تاخد بالك في قعده التعارف. المهم مع الوقت بيبداوا يحبوا بعض ويتعلقوا ببعض، وفيضان مشاعر بقى حاج، فيضان مشاعر، فاهم؟ ويعني البنت بتفضل عايشه طول الفتره دي بقى في رعب، بتعمل باسورد للواتساب وبتخبي الشات بتاع الواد وما بتتكلمش معاه في التليفون غير بعد ما شارعهم كله ينام عشان لو حد من الجيران رمى ودنه ولا حاجه، ولو خرجوا مع بعض بيبقوا ماشيين في الشارع عاملين زي اللي هربانين من حاجه، فاهم؟ حراميه. وتاني انا هنا بتكلم على البنات المتربيه، مش بتاعت انا حكيت لماما عنك وبابا عايز يقابلك والحاجات دي. المهم يعني خلينا نقول ان الولد ما كانش بيتسلى وان هو فعلا عايز يتقدم لها ويخطبها، وخلينا نقول برضو ان هم لما قعدوا مع بعض سنتين 3 ما زهقوش من بعض ولسه ايه بيحبوا بعض يعني زي ما هم مفكرين، ويعني الدنيا تمام، وهو ايه راح يتقدم لها. انا بقى عايزك بعد كل ده تضمن لي ان اهل البنت يوافقوا عليك او اهلك يوافقوا على البنت. يا عم اضمن لي ان ما يحصلش مشكله على المهر والشبكه والكلام ده ما بين اهلك واهلها، وابوك يقول لك لا احنا مش عايزين الجوازه دي. ادينا اي ضمان، اضمن لي اي حاجه، اضمن لي ان البنت مثلا كويسه بجد والله. يعني انت مثلا بتتكلموا مع بعض بقالكم سنتين، ده مش مقياس. انتوا بتتكلموا في الشات بتاع الواتساب، انا ممكن في الشات بتاع الواتساب ده اقنعك ان انا بتكلم الماني عادي، فالشات مش مقياس. يعني ممكن تكون هي مفهمه ان هي الخضره الشريفه وهي يعني استغفر الله، ممكن يكون هو مفهمها ان هو بيصلي وبيصوم وبيعمل كل حاجه بس بيشرب سجاير على خفيف، فاهم؟ وهو اصلا تاجر مخدرات، تبقى هي حربايه وموقعه العالم كله في بعض، فاهم؟ وتلاقيها كاتبه لك في البايو اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. يا سلام على التقوى، قلبك عامر بالايمان. فانا عايزك تديني اي حاجه تضمن ان الجواز دي تتم بعد سنتين حب وعشق وكلام من ده. يعني الناس اللي حبوا بعض وقعدوا فتره مرتبطين وبتاع واتخطبوا واتجوزوا دول كام يعني نسبتهم قد ايه في العالم؟ ما تعبش نفسك، قليلين جدا، قليلين، دول جلتش اساسا يعني، فاهم؟ دول عندهم البنج عالي فعدهم كده، لكن في العموم الكل بيتخزوق. يعني عندك مثال حي اهو، يعني اللي بيكلمك ده تمام سنتين وشويه، فاهم؟ حب وكده، ورحت لابويا قال لي لا والله العظيم، فاهم؟ يا عم طب قال لي لا والله، عايز روح لوحدك، فاهم؟ فالموضوع باظ يعني، وندم بقى وكسرة قلب وحزن، فاهم؟ ويا عيني بقى عيط من هنا لبكره وليه بنعمل في نفسنا كده يا جدعان والله بجد؟ وبعدين هو ايه اصلا الفرق ما بين الارتباط وما بين الصالونات؟ ان في الصالونات الخطوبه بتبقى في الاول، لكن في الارتباط الخطوبه بتبقى في الاخر، طبعا مع بقيه الاختلافات اللي احنا اتكلمنا فيها. وبص بقى يعني بص اصلا الارتباط ده حرام. شفت بقى؟ شوف سبحان الله، شوف حرام والله العظيم. ولو مش مصدقني روح اسال، يعني انا كان ممكن اقول لك ان الارتباط اصلا حرام من البدايه وننهي الموضوع ما اقعدش اهري ساعه، بس انا بتكلم من وجهه نظر مختلفه عشان الناس بتاعت ايه بعيدا عن الدين، فاهم؟ فانا اتكلمت بعيدا عن الدين، وفي الدين بقى حرام. فانت عايز ربنا يكرمك ازاي ويوفقك في حاجه حرام عشان ابقى فاهم؟ انتوا عارفين بعض من الشغل او من الجامعه، وعارفين بعض بره نطاق انكم هتتجوزوا، عارفين بعض على الحلو والوحش، ساعتها عرفتوا بعض، عجبتوا بعض، تتخطبوا ماشي. يعني ايه زميلتي في الشغل ابقى عارفها على الحلو والوحش؟ يعني بلاش بقى مرتبطين بقى ومخطوبين، اسال اي اتنين متجوزين هيقول لك ان هم ما عرفوش بعض على حياتهم غير بعد ما اتجوزوا اصلا، يعني فاهم؟ كل حاجه بتبقى على عينك يا تاجر، فما تقوليش على الحلو والوحش هم شغالين مع بعض او مرتبطين او مخطوبين، فاهم؟ يعني هقعد هاري معاك وانتع في قلبي، هنتع في قلبي. انا بقالي ساعه برغي يعني، تعبت والله، زور وجعنا انا صايم. ربع العلاقه لما اهلكم يعرفوا بعض، لما تخرجوا مع بعض لوحدكم وهكذا. انما لو انت مش عارفها خالص ودخلت في العلاقه على طول خطوبه وجبت دبله او جبت شبكه من الاول على طول كده، انتوا بتبقى في الفتره دي بتسلزوا على بعض، بتبينوا لبعض حلاوتكم، بس انكم ملائكه جناحاتكم بتخبط في السقف، محدش بيبين للتاني عيوبه عشان عايز الموضوع يتقفل. يعني انت عايز تفهمني ان هم في الارتباط بيقولوا لبعض والله بص انا فيا عيب كذا وكذا وكذا، وبشخر وانا نايمه، وبضحك على افات علي ربيع، وباكل قلقاس؟ يا عم ما الكل بيبقى عايز يبان بيرفكت في كل الاحوال، ولا هي عشان خطوبه فهيبان قدامها ان هو بقى بيرفكت، لكن ارتباط فطبعا هيبقوا صادقين جدا مع بعض؟ مكاوي انا تعبت منك والله العظيم تعبت. انا كنت مجهز فيديوهات تانية كنت ناوي اتكلم عنها في نفس الفيديو ده، بس مش قادر والله يا جماعه، يعني اعذروني، ممكن نبقى نعملهم في فيديو تاني لو انتوا يعني حابين، عشان انا حملتهم على الموبايل مش نت هو ببلاش. وبس كده يا جدعان، انا هقفل الفيديو لحد هنا لان بصراحه تعبت تمام. وما تنساش بقى يعني ايه تشاركنا رايك في الكومنتات عن المواضيع اللي احنا ناقشناها في الفيديو ده، ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك عشان عايزين نوصل الفيديو ده 2000 لايك. ولو انت لسه جديد في القناه اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب علشان عايزين نوصل 20000 قبل العيد. وهتلاقي تحت في الديسكربشن الانستجرام
الانستجرام بتاعي والتيك توك والفيسبوك وجروب الميمز، لو عايز تتواصل معايا او لو عندك اي حاجه عايز نتكلم عنها ابعتها لي هناك. ولو انت من الناس الجامده قوي اللي بتوصل لاخر الفيديو انزل قول لي في الكومنتات وصلت يا جو وانا هقول لك خلصان. ويلا يا سيدي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد كمان كام يوم. سلام. دي لزوم العمليه. فمحمد اخويا نزل جاب الحاجه وجه، وفي وسط الحاجات اللي هو جايبها كان في كيس فيه سياخ شاورما بس صغيره كده ورفيعه. فسالته دكتور تناكا بقول له ايه اللي سياخ ده يا دكتور وبتاع، قال لي لا ما تقلقش دي بس ايه عارف الخرسانه دي هنلفها حوالين صبعك ايه علشان نصب عليها ايه الجبس وبتاع عشان تمسك ايه الصابع. وطبعا انا زي المغفل صدقت. المهم الساعه جت 6 ونزلنا عند اوضه العمليات، وطبعا ما كنتش انا لوحدي.